كل انسان ما ديرش في بالك بلي حيريح معك افي. الا ما فرقكم والو يقدر يفرقكم الموت، سنة الحياة. ثم كلنا ذاهبون الى زوال، سي با لا فان دو موند. الحياة تستمر رغم كل شيء. دع غدا لغد، عيشوا اللحظة، استمتعوا بها، افرح بها، اجمع ذكريات لعمر سينتهي. في نهاية المطاف يكونوا الذكريات الجميلة تعيش عليهم، يكون عندك مخزون تتفكره، كل ما تتفكر تتبسم. خلي الإنسان اللي يكون في حياتك هدايا، وقاردي الناس اللي تعطيك الفرحة، اللي تفرح وانت معاهم، باش يجيبوا لك لونغواس والقنطة ويزيدوا همك هم، ويزيدوا يصعبوا الحياة فوق ما راهي صعيب. خلوا مروركم جميل في حياة الناس، وخلوا في حياتكم غير الناس اللي مرورها جميل. خيبت ظني، وأنا التي ظننتك عوضي في الدنيا. ظننتك ضمادا فكنت الجرح. كيف هنت عليك أخبرني؟ بينما كنت أرتب أنوثتي للقائك في بيت الأحلام الذي بنيناه معا، كنت ترتب لتخذلني. خنت وعودك وأنا خنت نفسي يوم تخليت عن كل شيء لأجلك. ليتني لم أراهن أمام الجميع عليك. اليوم أنا أفضل حالا. استعدت نفسي بعد صراع طويل أنت لا تعرف عنه شيئا. اتضحت لي الرؤيا أخيرا. كنت غبية عندما بالغت في العطاء والتوقعات وأهملت نفسي. أنا بخير، أعيش أفضل نسخة مني. درت بزاف عفايس كي نفكر نحب روحي، نحب نشد روحي بالكف بالكف بالكف. هي في الدنيا تعلمت بلي الحاجة اللي نحبها ما لازمش نقولها للناس باش بالك يديروها لي بالك ما يديروها ليش، ونقعد غير نحب ونحلم وقاعدة في بلاصتي. أني نهضر لهنا جو بريسيز الأشياء المادية. ما نقدروش نطالبوا الناس باش يجيبوا لنا حنا واش نحبوا. يقدر ما يحبوش، يقدر يفهموها حاجة واحدة أخرى، سا ديبون. اللي جاب مرحبا، اللي ما جابش مرحبتين. علاش الانسان راه يتعب ويخدم ويشقى؟ علاش نوض صباحت ولا جوغ؟ علاش نخدم؟ علاش باش نجيب الحاجات اللي انا تفرحني مهما كانت بسيطه، ماشي معناتها يكون عندها فالور كبيره ولا. المهم ما نستناش بنادم يديرها لي، ما نعيش حياه وانا نستنى من بنادم يدير لي حاجه في خاطري. بصح نحب نهدي نفسي. وانا كي نقول لكم حاجه شريتها انا العمري اشترى العمري، ما نديرش دراما، ما نحبش فوالا جابوها لي انا لا. جو بونس الدلال يبدا منك. نهار المراه ما تستخسرش في روحها، باسكو حنا نستخسروا في روحنا، لا فيغيتي. نقدموا كاع الناس يجوا قبلنا، وحنا الاخر شحال من خطره كانوا عندك دراهم وما مسحقوش، تجيبي لهم بزياده وتخلي روحك انت الاخر تقولي خلاص دراهم. انا كنت نديرها. مليح تتفكري روحك، مليح تجيبي لروحك، مليح تهدي روحك، مليح تدلليها، مليح تحبيها، مليح تقيميها، مليح تقدريها، مليح تعرفي وين تحطيها. ما تستنايش هذا الكرم ولا هذا العطاء من عند ناس واحده اخرى اللي قد ياتي وقد لا ياتي. امنوني والله العلي العظيم، حلفت غير الحياة ما تحبس عند حتى واحد في الدنيا. الموت أكبر حاجة تقدر تصرى إنه الإنسان يفقد شخص عزيز عليه، يموت يتوفى والوقت ينسي، ونكملوا حياتنا ونروح ونجو وعادي. ربي دار النسيمة نعمة. فما بالك راكي قاعدة فيك ولا تنوحي على بنادم بإرادته الكاملة وقواه العقلية وخيال يحبس هذيك الريلاسيون، ولا تروح ولا صاحبتي ولا يروحوا لا يردهم، يروحوا الحياة تستمر وتعيشي وتزيدي تجربي وتولي تضحكي على روحك، تقولي واش كنت ندير. الوغ افضل الله. على سيرة سارة جيلو اللي كانوا مشكين في قضية طلاقها خاطرش لحد الساعة ما خرجت ما صرحت بوالو. هاوليكم تعليقها الرسمي على الموضوع. شهريار في أحد الصفحات تعلق باللي حشمت تقول لكم طلقت، لترد عليه سارة بكل أدب وموضوعية. قالت له لا ما حشمتش، وديجا كلش راه باين، برك خفت إذا نهدر نعود نغلط في حقي ولا حق بنتي ولا حتى في الطرف الآخر والناس ما ترحمش. وهذه هي نورمالمون دروك راكم صدقتوا القضية. ليسونسيال ان شاء الله
الله ربي يخلف عليها بالعوض الأجمل. الدار اللي كانوا ساكنين فيها بزوج صايد فات شمعتها. هو قبل طلاقهم بمدة قصيرة ثم هز صوالحه ولا لدارهم، وحتى هي بعد لمت آخر ما تبقى وخرجت منها نهائيا. وبهذا يصبح كل ما كان مجرد ذكريات من الماضي وفقط. وصدقوني من 7 مستحيلات كانت راح تقدر تتخطى أو تتشافى أو تبدأ صفحة جديدة في نفس البيئة اللي عشت فيها كثير من الأمور المشتركة مع ذاك البنادم. ستبقى كل زاوية ولا كل ركن في ذلك المنزل به يفكرها. فأحسن اختيار أنها غيرت المكان. بداية جديدة. قد تنتهي القصص لأسباب عدة وحدنا نعرفها ونكتمها. لا نكتمها خوفا بل لأن النهايات أخلاق. شهادة الله يا سارة لا مجاملة فيها، وعلى بالي هنا أغلبهم غادي يوافقوني الرأي. كنت نعم الزوجة نعم الرفيقة والطليقة، لأنه كنت قادرة تستغلي هذا الظرف وتديري به الترند قوي، تضربي وتقلبي. كاين للموت وما أدراك واستغلوها يا لطيف. لكن انتي معدنك الأصيل غلب، ومن طابت أخلاقه في الوصال لا يخونها في الفصال. فالخلاف لا يسقط القيم والفرق لا يبرر الإساءة. ومن احترم العشرة يوما احترم الذكرى عمرا. قالت لك الوجع كان أكبر من أن يحكى لمن لم يعش تفاصيله ولا يعرف شيء عن حجم الخراب الذي مررنا به. لهذا سأبدأ من جديد في صمت وأكتب فصولا أخرى لقصتي التي لم تنتهي بعد ما دام للعمر بقية. ما أجمل الوقوف بعد الانكسار والخذلان، وما أروع الثبات عند مرور العاصفة. هذه جرعة أمل كل وحدة فيكم راها تدروك تعاني. ماشي شرط تكوني تعيشي نفس الابتلاء أيا كان، فالألم ألم يغلط عليك. أنا نقول لك حاجة واحدة، ما تستسلميش. دروك يسموك تنوضي وتبداي من جديد، لأنه الحياة مازالها غادي تكتب لك أجمل فصولها. وربي يعوضكم بأجمل الأقدار وأحنها على الإطلاق. ما تخلي مرأة تستفزك، ما تخليها تقلل من قيمتك، ما تخليها تحسسك بالنقص، تستصغرك ولا تهينك ولا تقلل من قيمتك ولا تحاول تستفزك قدام الجماعة. ما كيش ناقصة ولا هي خير منك في حتى حاجة في الدنيا. ما كيش وحدة خير من وحدة، كل وحدة عندها لي كاليتي تاوعها. حبي لي كاليتي تاوعك وفرحي بيهم وبينيهم في القعدة تاعك. ما تقعديش هكا. نهار تتحطي في موقف يستحق الرد ردي، وجدي ردودك وردي عليها. ما تسكتي لهاش، تسكتي لها اليوم دير ما اكثر غدوة وما اكثرهن. الشربات اللي راح ديري بها حالة حبيبتي في هذا رمضان إذا حيانا رب العالمين ولحقنا ليه بالصحة والهنا إن شاء الله يا رب العالمين. نجيب لكم المقادير بكل سرعة حبيباتي. لهنا واش درت حبيباتي؟ درت كاس سكر مع زست نتاع القارص، نحي هذاك الأصفر ما تفوتيش لهذاك الأبيض، خاطرش الأبيض يعطيك مرورية في الشربات. خلطيهم مع بعض بيا بالفويب ولا بيدك، المهم خلطيهم مليح وزيدي اعصري كاس نتاع القارص، زيدي خلطي مع السكر والزست هذاك مليح مليح مليح، وديري لتر نتاع الماء ولا ديري على حسب الذوق نتاعك. فرغي الماء وذوقي وشوفي كيما تحبيها خاثرة تحبيها خفيفة، الذوق يرجع لك حبيبتي. وخلطيهم مليح حتى كيذوب السكر وحطيها في الفريجيدار تبرد وتشربي بالصحة والهنا حبيبتي.